السلام عليكم. النهارده وصفتنا جميلة واقتصادية ومغذية. احنا عملنا قبل كده العيش الفينو، ما كناش حاطين فيه لا لبن ولا بيض ولا زبادي ولا سمنة. النهارده هنحاول على قد ما نقدر نضيف له شوية حاجات يعني تغذي عيالنا شوية، وهنعمله ميني عيش فينو كده صغنطط كده، وهنعمل منه يعني زي ما قبل كده وريتكم. انا لما بحب اعمل عجينة وتكون العجينة كويسة معايا بحب اعمل منها كذا حاجة يعني. بسم الله ما شاء الله، العجينة بتاعتنا النهارده من كيلو دقيق طلعنا منها 40 قطعة بوصفات سهلة خالص وحاجات جميلة. واحنا يعني بمناسبة ان احنا برضو في اول الشهر واغلبية البيوت فيها بعض الحاجات الموجودة اللي احنا هنشتغل بيها. عملنا العيش الفينو وعملنا المعجنات اللي احنا شايفينها دي وحشيناها. الحشو الموجود عندك زي ما قلتلك الجود بالموجود. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبتدي كده مع بعضينا ونجيب المقادير بتاعتنا. هنجيب بولة هنحط فيها كوباية مية عادية من الحنفية، عليها كوباية من اللبن الدافي برضو، يعني عشان الجو بدأ برضو يبقى فيه ايه نسبة سقعة شوية. معانا كوباية الا ربع من الزيت. معانا معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر. هنسيب الملح دوت هنحطه على الدقيق. ومعانا 3 معالق سكر كبار. هنقلب المكونات دي مع بعضيها. هنسمي الله كده ونبتدي نشتغل بالسباتولا او باي معلقة عندك. مش هنحط ايدينا عشان العجينة ما تلزقش في الاول كده. على فكرة اللي انا حطيته ده مش كيلو دقيق، انا حطيت 6 كوبايات دقيق. 6 كوبايات دقيق. كان ممكن ياخد معاكي اقل نص كوبايه، زياده نص كوبايه، حسب الدقيق حسب الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه. انا جبت دقيق عادي خالص من عند العلاف او من عند العطار. هنسمي الله كده ونبتدي ننزله. برضه انا مش هنزله كله، يعني واحده واحده كده. دول 6 كوبايات من اللي انا عايرت بيهم معيار اللبن والميه. احنا حطينا لبن المره دي، المره اللي فاتت ما كناش حاطين فيه لبن. عايزه تضيفي له بيضه برضه ضيفي له، عايزه تحطي زبدايه بدل اللبن عادي، بس اهم حاجه لازم الميه. الميه دي سر كل حاجه حلوه، هي الميه سر الحياه زي ما بيقولوا يعني. بصوا كده بقى، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واحده واحده كده ونسمي الله ونبتدي نشتغل. شلنا كده احنا المعلقه بتاعتنا وهنبتدي نشتغل بايدينا ونلم العجينه بتاعتنا كده واحده واحده لحد ما نلمها خالص. هنبدر البوله اللي احنا كنا عاملين فيها العجين، هنبدرها بشويه دقيق كده ومعلقه زيت كده وندهن الوش ونركنها. مكملتش نص ساعه. طبعا انا مطولتش عليكم العجين، انتوا عارفين العجينه بتاعتها بتبقى حلوه ازاي. بس العجينه المره دي بصراحه كانت جميله. بصوا يعني انت تضربي فيها على قد ما تقدري كده وتشتغلي فيها هتطلع معاكي حاجه حلوه. بصوا احنا بنقطعها من غير لا زيت ولا دقيق ولا اي ماده تخليها ما تلزقش في ايديكي. انا معايا كده الطبق اللي احنا هنقطع عليه مبدرينه بالدقيق برده، وهنبتدي نشتغل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا حبايبي، في ايدينا كده قطع صغيره خالص. القطع يعني حوالي من 80 ل 85 جرام. عايزه تخليها كبيره مفيش مشكله، يعني ده يرجع لك انت برضو. بس احنا عملنا قبل كده الرغيف الكامل مع بعضينا، قلنا المره دي نعمل اللي هو النص دوت. اهو بسم الله ما شاء الله الكميه بتاعتنا هنا. هنجيب صاج بقى للمبتدئين اللي بيقول لك ايه الحاجات ساعات الحاجه بتلزق مننا. اللي احنا معانا ورقه زبده هنعملها زي المروحه كده بتاعت زمان، فاكرين لما كنا نتني ورق الكراسات كده زي المروحه؟ وهنحطها في الصاج اللي احنا عاملينه من غير ما ندهنه ولا اي حاجه. الورق الزبده اللي احنا معانا دوت، انا كنت هدهن قعر الصاج، بس قلنا نعمل مع بعض بورق الزبده دوت للمبتدئين اللي هم بيقولوا الحاجه بتلزق مننا. وهنكمل بقيه الكميه في صواني عاديه. بصوا بقى، هنيجي من الطبقه اللي هي المبدره بالدقيق دي هنخليها جوه. هنتني كده ونتك عليها في الاول، وبعد كده نتني الحوافي التانية دي بقى بتخلي الرغيف الفينو معاكي مهوي كده وملفوف من جوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، ونبتدي بقى ايه نقفل كويس خالص، ولما نيجي نحطها نخلي التقفيله دي من تحت. ادينا احنا عملناه صغير اهوت.
هنحط في كل عمود من اللي احنا عملناه دوت رغيفين فينو. هنتني كده تانية ورا التانية ونتك عليها كويس، ونتني تانية صغيرة من الجنب من هنا ومن هنا، ونبتدي نبرمها كده وبعدين نقفل العجينة بتاعتنا. يا ريت لو وصلت معايا لحد دلوقتي حط لنا اللايك بتاعنا، ولما تخلصي الفيديو اعمل لنا حط لنا كومنت حلو وقولوا لنا ايه رايكم، وقولوا لنا انتوا بتتابعونا منين. بصوا بسم الله ما شاء الله، واحنا قاعدين كده يعني اقل من كيلو دقيق، يعني متهيألي اخدت قد ايه كده 7 6 كوبايات دقيق، يعني بمعدل كيلو الا ربع، كيلو الا ربع الا 50 جرام كده يعني. بصوا بقى هنجيب، ما عنديش كانش عندي بيض ولا عندي لبن ولا بفرشه كده، وهندهنها زيت، وهتشوفوا الوش بتاعها هيطلع مقرمش كده وجميل ولونه حلو زي ما قلت لكم، وجود بالموجود، وسمي الله، وان شاء الله ربنا يبارك في اللي في ايديكي. والحمد لله ربنا بيبارك بالنسبه لي برضو، انا الحمد لله يعني انا لما بعملش اي حاجه اللي في ايديا الحمد لله بتطلع كويسه، الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر، وان شاء الله انتوا كمان تبقوا زي كده. سمي الله ونعمل اي حاجه حلوه لعيالك، ربنا هيبارك في اللي انت بتعمليه، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا سيبناه يرتفع شويه كده، هنسيبه كمان شويه واحنا بنشتغل كده، شغالين الفرن بتاعنا على نار عاليه خالص. بس لما تيجي تحطيه بقى بتهدي، حتى طبعا انت يعني عارفه كل واحد عارف خله الفرن بتاعه، سواء في فرن غاز او في فرن بوتاجاز، بس انا هحطه في فرن البوتاجاز عادي. عايزه تحطي بقى الاضافات ديت ترجع لك برضو، سمسم عندي معلقه سمسم كده فقلت اضيفها فوق العيش الفينو كده يعني، ازوق لهم بقى. معلقه حبه البركه عندك برضو حطيها، ما عندكيش خلاص مفيش مشاكل. بس والله العظيم كان سكر، وكان القلب بتاعه حلو كده ومليان كده، مش عيش خفيف كده الرغيف يعني، ما كنت بعمل للواحد 3 رغيف هيشبعك. بصوا الجمال، هنحطه في الفرن بقى ونطلعه. هتبقت معانا عجينه بعد الكميه اللي احنا عملناها دي من العيش الفينو، فدخل ابني قال لي يا ماما ايه اعملها لنا معجنات زي اللي انت بتعمليها. رحت كان عندي حته جبنه قريش، جبت جبنه قريش وقطعت عليها قرنين فلفل وعود بقدونس، وحطيت عليها بهارات كمون فلفل ملح كزبره ناشفه، ورحت عاملاها كده ورش عليها برده سمسم ودهنتها زيت، والله العظيم كانت في منتهى الجمال. بصوا العيش الفينو بتاعنا بقى، بصوا الجمال بقى، انا بدوق شهاده، شهاده بتصورني وقطعتها قالت لي يا ماما ادوق واقول لك انا طعمه عامل ازاي. بصوا الجمال بقى، بص الرغيف حلو وماسك نفسه ازاي، بصوا ما شاء الله، بالسكينه كده وتفتحي وتحشيه باللانشون. معرفش بقى انتوا عملتوا اللانشون اللي انا عملته ولا ايه. بصوا الجمال، بص الرغيف مليان ازاي من جوه وحلو وجميل ازاي، وطعمه كان في منتهى الجمال. ادي الكميه اللي طلعت لنا من ال6 كوبايات دقيق بالمقادير اللي احنا عملناه. عايزه تزودي زودي المقادير، بس يا ريت تزودي لبن او زبادي او بضايه، بحيث ان احنا على زي ما قلت لكم على قد ما نقدر بنعمل الحاجه المغذيه لعيالنا. ودي كانت القرصين اللي انا عملتهم بقى وحشيتهم، والله طعمها في منتهى الجمال بصراحه، اللهم بارك بصراحه. يعني انا مش بقول كده والله عشان انا اللي عامله الحاجه، لا بجد جربوها، وجربوا الجبنه القريش ديت في المعجنات او في الحشو، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.